إننا ضعفاء ينتابنا النسيان والأخطاء. جئنا إليك مسلمين بذنبنا، فارحم عبادا أخطأوا وأساءوا، فارحم عبادا أخطأوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من رحمة أرحم الراحمين أنه نزل لنا سورة كلها أمل وكلها إشراق وكلها أنس وكلها رحمة يقرأها كثير من المكروبين، حتى ذكر أبو الفرج التنوخي أن من قرأها في شدة وفي كرب لعل بنية الله يفرج عنه. كلها تشع أمل وكلها تدعوك إلى أنه سوف يكون هناك فرصة وبشرة وغدا مشرق وأمل طيب، وأنا أوصيكم بالتفكر فيها والتأمل. قريب يقول لي أحد المشايخ أنه جاء هم وغم، قال فأخذت أرددها، قال وجاء الفرج مثل فلق الصبح. اسمع إلى هذه السورة وعظها، عارف أنك تحفظها وعارف أنك تكررها، لكن قف معها الآن وقفة ثانية، قف معها بخشوع ورتلها بينك وبين نفسك وتدبرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بشرى أسوقها لكل مؤمن، أولها نفسي ثم إخواني ثم العالم. يقول الواحد لأحد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكل تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، كأنها لك أنت، كأنك أنت المقصود. اجعل الصورة كأنها موجهة لك أنت الآن، عشها بفهم آخر. قبل أعرف أنها تكررت عليك، لكن مشكلتنا نحن أن أخذنا القرآن كأنه عادة وكأنه كلام يعني بس يتلى علينا، وأن فهمنا هو الفهم الأول له. لا، اقرأ القرآن بفهم، اقرأ القرآن بحضور بتأثير. حتى الغزالي في الإحياء في كتاب كيف تقرأ القرآن أو في باب قراءة القرآن في قسم العبادات جاء بآداب حول 7 أو 8 كيف تقرأ القرآن من جديد وكيف تتأمل. يقول إنه خلاف الصورة الظاهرة والكلام الظاهر. ألم نشرح لك صدرك، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أما شرحنا لك صدرك كان أوسع من السماوات والأرض. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وضع الله عنه خطاياه، قال ورفعنا لك ذكرك، قال فلا أذكر إلا تذكر معي، صار أذكر الناس وأكثرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي فرفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. هنا الشاهد. أقول لكل إنسان، أنا أعرف أنك سمعت هذه العبارات، لكن الذي يسمع كلام الآن ربما مر به مصيبة أو أزمة أو مشكلة أو ألم، وقد يسمع مصيبة منه أو مريض أو جائع أو مديون أو ملدوغ أو في ألم شديد. أقول إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. هذا كلام الله، يقول ابشر في أمل، ترى في الله يروح حالا بعد حال. يسأل كل واحد منا، أما مر بك أزمة في بيتك أو في نفسك أو مشكلة، أما تغيرت الأحسن والأجمل؟ أما مر بك مثلا افتقار مالي أو مشكلة دين أو مرض في جسمك أو في أسرتك أو أزمة أو سجن أو قضية معضلة، أما تغيرت الأحسن والأجمل؟ ما الذي غير الواحد الأحد؟ يقول لنا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. بشر نفسك بالأمل. يا أخي بعض الناس إذا وقع في مشكلة أو أزمة أغلق على نفسه كأنه في غرفة وأتى يستدعي الهموم والغموم وسوف لا نخرج وهذه النهاية. واحد يسمونه في الأندلس صدر الهم، ذكره لسان الدين الخطيب يقول اسمه صدر الهم. قال إذا وقع في نكبة قال والله لا عدنا نخرج منها ولا في فرج أبد ولا تظنون، وقعنا خلاص انتهينا. قالوا إذا أصبح في نعمة قال لكن يخاف من الانقلابة، لا تغركم. ترى بعض الناس مريض موهوم مسكون بالقلق مشؤوم يتشائم على نفسه وعلى إخوانه. إذا كان فيها ساعة أنس قال إيه بس والله ما ندري في العواقب. وإذا أصبح عنده نعم مثلا 90% من النعم قال إيه بس ما عندنا سيارة ما استطعنا نشتري سيارة. يعني ذكر هذاك النقص. يعني مثل ما يقول ويليام جيمس عالم النفس الأمريكي الكبير، يقول مشكلتنا أن لا نفكر في الموجود، لا نشكر الله على الموجود ونبكي على المفقود.
مشكلتنا أن لا نشكر الله على الموجود الذي أعطانا، لكن نذكر المفقود. يعني الواحد منا عنده نعم في نفسه وفي أهله وفي ذريته وفي دراسته وفي عمله وصحته وفي سمعه وفي بصره وفي منامه وفي بيته وكل شيء، ولكن ينقص شيء. مثلا ما استطاع يحصل على وظيفة، ما استطاع يتزوج مثلا، ما عنده شيء، معلق الدنيا كله ومشغل العالم بهذه المساء، ودائما زفيره وشهيقه، ويذكر الآهات والونات والإزعاج. حتى بعضهم الآن مشافى في كل جسمه، لكن عنده ألم بسيط أو عنده مرض زاره مرض في جسمه، أوقف الدنيا لهذا، وكأنه ما نعم، وكأن الله ما أعطاه شيء. ولهذا ينبغي علينا نعدد النعم التي أعطانا الله، وبعدين حدث نفسك يا أخي بالأمل. من نعم الله عليك إنه مهما مر بك من هم، لكن انظر الساعة التي بعدها أو اليوم التي بعدها، الله يجدد لك الأمل ويجدد لك البشرى، ويأتيك شيء إن شاء الله يسعدك ويفرحك. أنا أبشر المغمومين بفجر صادق بإذن الله، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ابشروا بالأمل وابشروا بالفجر الجديد. بالله عليكم، هل يستمر الليل الذي خلقه الله، الليل الأسود هذا؟ الفجر بعده، ثم يأتي الصباح بنوره وبهائه وطلته المشرقة وبشمسه المضيئة. هل أحد جلس في السجن إلا لكن الله سبحانه وتعالى يعني أخرجه وأعطاه يعني فرجا بأي شكل من الأشكال؟ المريض حتى يسمون العلماء يقولون الموت للمريض فرج أصلا، ما يستمر يتألم، يمرض يموت إلى الواحد لحد إلى الجنة أو يشافيها الله سبحانه وتعالى. فيا إخوة منوا أنفسكم، ودائما كرروا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. سوف إن شاء الله تأتي يعني صحراؤنا توصلنا إلى حدائق خضراء، وإلى رياض وارفة وناعمة، وإلى بساتين. الحبل الذي يشتد أمامنا سوف ينقطع، الطريق التي تمتد في صحراء سوف يأتي بعدها إن شاء الله آبار، ويأتي بعد حدائق وبساتين ومزارع خضراء. هذه الحياة هي حياة جميلة متى ما نظرناها بجمال، ومتى ما توكلنا على الله، ومتى ما جعلنا شعارنا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا